صار موقف مرت امرأة وشافوها شيء، والتفت الإمام علق عليهم، ما يهمنا، احنا يهمنا النقاط المهمة. التفت إليه رجل من الخوارج قال: لقاتلك الله من كافر ما أفقهك. مالك الأشتر، مالك عقمة النساء أن يلدن مثل مالك، كان لي كما كنت لرسول الله. هالشكل هو يقيم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مالك امتشق الحسام، قال له: مالك شو تريد؟ قال له: سيدي ما تسمع ما يقول؟ قال: وليكن إنها شتمة بشتمة، هو شتمني أنا قال لي كافر، بس أنا من حقي أرد عليه، وأنا ما أرد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. بربك هذا لو قايل للمعاوية، لو قايل للحجاج، لو قايل للعبد الملك بن مروان اللي يقول: نحن بنو أمية من قال برأسه هكذا قلنا بسيوفنا هكذا. هنا بالبصرة واحد يتوضأ يسموه من علماء المسلمين، التفت للإمام قال له: لقد أسرفت بالماء. مو هيك تتوضأ على كيفك شوي، الناس تحتاج الماء، مو فعلا يعني احنا بالفاف صارت 3 أيام ماكو ماي، صحنا معودين الماء المرة هم راضين بيها، بس حتى المرة هم ما هي. قال له: لقد أسرفت بالماء. قال له: وأنت أسرفت بالدماء. خليفة يحكم دولة مترامية الأطراف يرد عليه: وأنت أسرفت بالدماء. بربك هذا لو الغير علي بن أبي طالب يقدر يرد هالشكل ويظل راسه على جثته؟ إذن أكو مبادئ قتلت علي لو ما مبادئ؟ لأن هاي أجلك الله، هاي اللي زعلوا علينا بها أيام زمان، بنقول له هاي المزابل لو يقشها علي بسيفه يصير يعني يصير مشكلة، تصير ثورة، تصير انتفاضة. لكن أكو دين وأكو مبادئ وأكو قيم تمنعه. قال له: وأنت أسرفت بالدماء. قال له: وساء كذلك، يعني قتلهم استيت علي تأثرت؟ قال: بلى. قال: زادك الله سوءا. كلمة واحدة نبزت من شفاه علي بقى عنده كآبة إلى أن مات. شايف الكآبة، انفصام الشخصية، من واحد ينعزل هيك عن الناس، لا يسلم لا يتكلم لا يحكي لا يدندن، صارت به. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده مبادئ وعنده قيم، والقيم هي اللي قتلته. أول ما نصبت له البيعة، أول يد صافحته وصفقت بالبيعة هي يد طلحة، وتلتها يد الزبير ابن العوام. يا سبحان الله، شو بس استقرت الخلافة وصار الإمام يوزع الإمرة، قالوا له: شو ما إن بيها حصة، ما إن بيها نصيب، لا طلحة لا الزبير. هم كانوا يشتغلون على عثمان وعلى قتل عثمان وعلى شيء، يشتغلون. هاي عائشة بمكة كانت وتصيح: كفر نعتلا فاقتلوه. طلعت قميص للنبي صلى الله عليه وآله، قالت: هذا قميص رسول الله لم يبلى وقد أبلى عثمان سنته. تحرض الناس أشو من قتل عثمان. وجدت الخلافة لعلي بن أبي طالب، طلعت قميص عثمان الطالب بدم عثمان. شايف الانتهازية، شايف الازدواجية بالمعايير؟ طلعت قميص عثمان قامت الطالب بدم عثمان. شنو اللي انقلب على الموضوع؟ ولذلك لما وصلها خبر مقتل علي بن أبي طالب، خل أعطيك فكرة، وأنا من أتكلم على قدم راسخة، لأن التاريخ كله وياي كله يقوله، ما لا ينكرها إلا واحد باطل. وصل خبر مقتل الإمام علي سلام الله عليه، قالوا لها: علي بن أبي طالب انقتل. قالت: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. من قتله؟ قالوا: قتله فتى مرادي يقال له عبد الرحمن بن ملجم. قالت: فإن يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس فيه التراب. بالله وياي يخليك حتى تفهم المفردات وتعرف الناس شنو موقفها. العرب قبل من يجي واحد بخبر، إن شاء الله لا يفجعكم بعزيز بحق حرمة علي بن أبي طالب، يحمي أولادكم، يحمي ناسكم، يحمي العراق، يحمي المسلمين، يحقن دماء الناس. من يجي خبر مزعج من واحد تدري يقولوا له العرب عندهم في الطريقة، يقولوا له: بفيك التراب. ايش له الخبر هذا المزعج؟ مال قتل مثلا أو شيء، يقولوا له: بفيك التراب. عائشة تقول: اللي جايب خبر علي بن أبي طالب لا تقول له بفيك التراب، بفيك الدور واللؤلؤ والجوهر والأحجار الكريمة.
وإن يك نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب يمها مرة يظهر عندها دين. قالت لها أمثل هذا تقولين لقاتل علي؟ قالت إني أنسى، إذا نسيت فذكروني.